أزول اسمها مرقية ونيتا أكيخ مرقة مشكومة مرقة رنشين إثومات العلوي ثومات العلوي على المستوى المحلي النسبي غني عن ولكن يوزن غبارة ثومات العلوي محمد فاعل جمعوي وفاعل سياسي. مرقية ونيتا يتز في إطار يجي منشور ثومات العلوي على حساب الناس الشخصية للموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كيخلص المرة نواش نتف ثومات العلوي الناطق يجي منشور منذ 21 ساعة 00 رقوق النهار السبت إذا المنشور يجي النهار الجمعة. قال لسنا وجينج اللقاء للعمالة نخدم العمالة نتا الزميل نسيون الشعوب يكشن ذا صحفي النداء إعلامي يترسل عدة مواقع إلكترونية. تومات محمد الزيزاوي الأمين العام الحزب من الأصالة والمعاصرة الفرع من الجماعات المحلية لبنيوكيش. نوع الموضوع باش نتوالد المشروع أنه يتناول مشروع عن الموضوع عن التأهيل الحضاري لمدينة المنطير خصوصا تزفيت من الشوارع. ماشي قال ثومات العلوي أنه أداخل الحوار ذي الحوار أنه يوقع سوء التفاهم أوامر القفا العالم الإقليم ديالوش ماشي قال ثومات السير علوي على حساب الناس الشخصية أنه يدافع على شي حاجة. المهم ثومات العلوي يتفاهوا تشن جملة تشن عبارة أنه جعل ثقل إثارة إلى الغضب للعامل باش انت في الحساب الفيسبوك. هو الموضوع نختار بالمناسبة ثومات العلوي ديك الإشارة شنو حاجة الغابة اثنين الغضب الثاني تا المهم كان ثومات العلوي هو ماشي جالس أعتذر أنه يقدر لنا الإشارة أنه يعتزل أوامر الغضب ونتا الحدث ونتا يعتزل العمل السياسي العمل الجمعوي المعالج. واخا هو الموضوع ناخذ المناسبة يزقن لقاء ولكن أرسل قطاس من حوايج المغنى من بينهم تأهيل الحضاري لمدينة المنطير أنسوق الفرع الحزب الأصالة والمعاصرة لمدينة المنطير الجماعات المحلية لأيتوريش. واخا ثومات العلوي أسكسن الزوارو أظن تأكد لي لغة الحساب الشخصي نش المنشور شكي ديور نسي علوي مزوارو بعد تقدرش بعد أخي استضافة وتقدر مع الإخوان المتتبعين للشأن العام بمنطيب على موقع منطيب.com اللي تعتبر الإعلام المحلي لجنة رافعة عن التنمية للمنطقة. وتقدر مع الإخوان الإعلاميين يتقنجوا جهود الأمقران باش السنون يجنبون السكينة يبنيو الشك وإن كان الإعلام ديال الطيب وسيسين ولا ونتيتقن. دونك يعني تقدر تنمية وتحسب بأن الإعلام المحلي يعني يتراجم دوران دي المنطقة ويتراجم دوران دي يعني الرقابة في المجالس المحلية ودي العمل أو للتدبير الشأن العام بصفة عامة وتقد يخدم وتحيي يخدم وزير الفترة يعني على الخصوص يعني فترة تأهيلية لمراحل جديدة في عهد جديد. وأتقدركم وأحييكم على نظامكم وأتمنى لكم التوفيق. أتقدرش ورش ثومات العلوي وتقدرش رمنا في قبرة لكن حضارة هذا الحوار وليتا ومش تقدر الزوار نخ كاين غيتباع بالحوار. امش نغير نص مره انه العالم الافتراضي اي كان اي جسم اللي لازم صفحه سيسمي يخص دنيتا ولا بدا نسكسا ثومه العلويه. نعاود السؤال الحسابه ثومه العلويه بطبيعه الحال حساب محمد علوي ستواتينو المنشور اشكي ديوران اشكي نشا زعما نحط شويه كثر باش نتوالى دنيتا ثومه العلوي في اطار الحوار نتمنى كيدير لي اشاره انه في لحظه الدفاع العام الاقليمي ديالو واش امن تنين يدافع محمد الفضيلي رئيس المجلس
البلدي ديال مدينه التيب وانتقاد الحزب من الحركه الشعبيه. كذلك تنيت انه تنيت جمع عباره تغضب ان خرج العامل ابي يغضب. امزار نبدا من ما خص تسولد نوعيه من الدفاع، واش دفاع مباشر غير مباشر، من الطريقه اللي خصك تدافع. اولا اللقاء النخري السيد العامل يسد بناء على نقاش الاخير جاء الكتابه او الامانه العامه المحليه لحزب النهضه والمعاصره ديال بن الشك، خرج مجموعه من النقاش العمومي لدوران بن طيب حول يعني تسفيك الطرق ديال البلديه بن طيب، واللي هي في الحقيقه تسمى نعتبر ماشي يعني كارثيه. يمكن كارثيه لان المجلس البلدي ديال بن طيب للاسف الشديد ويشتبه بعين الاعتبار مقاييس موضوعيه في اختيار الشوارع الرئيسيه ديال بن طيب. للاسف الشديد يسند بعض الشوارع ضمن اولويات المجلس ونتيجه. في الحقيقه استغرب جميع الساكنه يعني بشكل طبعا حتى الزوار واش يعني الوضع المضمون يستعصم الى عامل ديال الحوار، يعني الوضع المضمون بطبيعه الحال هذا الشيء اللي نوحد على السيد العامل نوحد بحسن النيه من اجل تبليغ السلطه الاقليميه ما يقع داخل بلديه بن طيب، اعتقادا منا على ان السيد العامل السلطه الاقليميه تفتح تحقيق او يعني استماع لهموم الساكنه، وربما احنا على الاقل كان المفروض انه تسجل ملاحظاتنا واتخاذ ما يمكن اتخاذه بطريقه التي تراها السلطه الاقليميه في اطار القانون بطبيعه الحال. لان السيد العامل المحترم كان في اللقاء يعني جد مدافع في نظري على المجلس وعلى اختيارات المجلس وعلى الشوارع اللي تم تسفيدها دون غيرها، وقال اكثر من مره بان الاعضاء ديال البلديه من حقهم الاستفاده من الطرق والمسالك على غير باقي الساكنه، ولو ان بعض كما لاحظنا بعض الناس اللي في البلديه ما ساكنينش في وسط المدينه واستفدوا من الطرقات، استفدوا من بعض الشوارع فقط لانه كينتمي للبلديه، في حين انه كان تشوفوا واحد مجموعه من الطرق والشوارع والمحاور الرئيسيه في البلديه ديال بن طيب اللي كتشكل النواه، يعني اللي هي اللي كنقولوا حنا المدينه حي الاداري وحي الاله ما عندهاش تسفيد وسالا في شنو. وفي هذا الاطار هذا الشيء لقينا السيد العام دافع بشكل كبير على المجلس ودخل الامور السياسيه وطرح بان الامور تسخنات على المستوى السياسي وحزازات السياسيه الى غير ذلك. فكما قلت يعني ما بان لي بان السيد العامل دافع بشكل كبير وان كان غير معني بهذه الاختيارات، لان شفنا احنا المقاول وشفنا اكثر من مره بعض اعضاء ديال البلديه اللي هما بنفسهم ما بغاوش هذا الوضع، ما بغاوش هذه الطريقه، لان ما كانش واحد لا ليست اللي محدده واحد عدد الاولويات ديال الشوارع اللي يمكن يتخدموا والارقام ديالها وشنو هي المقياس ولا المعيار اللي تخدم هذه الطريق علاش ما تخدمش هذه الطريق، لان حنا في المسألة بطبيعتها كما قال السيد العامل بانه حنا في البدايه وجميع الطرق اللي غادي تخدموا، ولكن حنا دائما كنعرفوا كنسمعوا على الاولويات، والاولويات راه بين الجميع، كنعرفوا بان الطريق هذا عامر، الطريق خاوي الى غير ذلك، يعني ما ولكن كما قلت لك تفوت واحد الكلمه اللي ما هضرت السيد العامل واللي اعترضت على اثرها وقلت بان قبرنا الاطار انه الانتقادات نقوم الطريقه زين شان تاهيل الحضاري وخاصه في القرن الثالث. واش يسبق قبل ديك الزياره العامله يمكن حوار مسبق بين مجلس البلديه السياسي من الفرع بهم الاصل والمعاصره الجماعات المحليه باش تستغل الطيب واستكمال المجلس بطبيعه الحال. قال المجلس لاول مره بصيغه جديده المجلس
المجلس الجديد هو ان بعض الاعضاء اللي ماشي هما اعضاء ولكن هما اعضاء. كاين الناس اللي عنده قراض في البلديه وماشي عضو، كاين اللي عنده قراض على قراض على قراض وهو ماشي عضو في البلديه، وكاين اللي عضو في البلديه ما عنده ما يدير مسكين في البلديه، وكاين اللي موظف في البلديه كيعطي اوامر في المسائل ديال السياسه. اذا مع التحاور، اذا سيف قول لي شكون هذا الشخص اللي تحاور باسم المجلس ونعرفه. ديال النظري مش تحاور الرئيس النائب الاول، النائب الثاني، النائب الثالث. في التراتبيه ديال النقاش العمومي في بنطيب ما كيمشيش بالرئيس والنواب. هذا كلام اقوله واتحمله مسؤوليه، بان التراتبيه ديال النقاش العمومي ديال التمثيليه ديال المجلس كتمشي بالرئيس، واحد ماشي في المجلس في الدوزيام، واحد من الاعيان في الطروازيام، يمكن شي واحد في المكتب لتحت كيحتل الرتبه اللي هو اكثر من نائب الرئيس، والنائب الرئيس يمكن عنده المستوى. اذا ما كاينش واحد الحوار. نحاول نسقط السؤال، واش تحاولوا كفرق كلجنه تواصل الرئيس نفسه؟ الرئيس المجلس البلدي حاول ما امكن في الفتره هي ثانيتي انه وضع بشكل فردي واتفق دائما كيجي مجموعه من المستشارين الناس اللي هما كانوا مستشارين خارج المجلس باش تبلغ المشاكل الساكنه بطبيعتها حتى التوازن النواب الرئيس وعاصم بقره باش حتى تغتصري ورام بقيوع هما قالوا ورام بقيوع فقدوا المجلس الحالي وقال ورام بقيوع وين شي يجي ويحاول شادو. اذا مع من ستحاول؟ مشينا للسلطه المركزيه ومشينا للسلطه الاقليميه باش تحاور السيد العامل بصفتو رجل الاول في الاقليم وممثل ديال صاحب جلاله في هذا الاقليم. على الاقل كنشوفوا واحد السلطه اللي هي لولا هذه السلطه لا ما كانش غتكون عندنا هذه التنميه في هذا الاقليم اللي كان ثم اللواء قبل نحن مضمون الحوار من الجد يمكن اثاره الغضب مع الاقليم الدوش. واش زعما صراحه زياره السلطه الاقليميه اللي كنعاملها يعني واش غتسحو سنيه؟ واش زعما خصنا مثلا بحيث منافس السلطه باش انا نوضح الامور شنو تقولي انتخابات باش الشعب ضعيف ويتقولي انتخابات يعني الصوت كفرع الشفرع الفرع لانه ثم تعلموا روح بوس الصفه الشخصيه بطبيعه الجماعه وروح القاضي بطبيعه الحال كاش اللي واضح من المساله العبد الضعيف ماشي شي مبادره الاخوان اللي سودي كان موضوعان نقاش نقاوي لا جدوى منه. انا حنبلغ شكايه بشكل رسمي للسيد العامل باش ربما غاسيرين انت وجهه نظر الناس، ربما السلطه الناس كسلطه وصايه اللي يحاول ما يمكن اللي يعذر من زعما اللي يعذر، لكن وكان قبل هذا اللقاء ديال السيد العامل قلنا السيد الباشا المحترم اللي كان حيو بالمناسبه اللي هنا جاوب معنا في هذه المساله وقال لنا حتى هو استغرب علاش ما كانتش هذه لا ليست هذه اللائحه اللي تعطى للمقاول باش يشتغلوا عليها وتبنى على اولويات. ولكن ملي شفنا هذه التغطيه ملي كنشوفوا واحد التغطيه ديال السلطه على واحد الشخص وعلى هذه الدوره هذه العشوائيه ديال الاشتغال كتعطي لنا واحد الفكره كنقولوا كيفاش هذه السلطه كتشوف هذه الحالات. حنا كنشوفوا الا حنا كنشوفوا هذا المنكر وكنسكتوا حنا ما فيدناش ما عندنا ما نديروا كمواطنين فقط. واخا كنمارسوا السياسه راه حدود العمل السياسي ديالنا كيبقى في اطار التطوع، اما السلطه راه سلطه اللي كخص تاخذ القرار ديالها. ثم اللواء وقنا في عليه شويت انا حنركز في الغضب انت تفضلي حتى اسمح لي تو كيجي الحوار مزيان قلت قبل يعني في النظر يمكن نزيد في هذه العباره هو على شكل اتهام السلطه انه تحامى المجلس البلدي الشخص محب الفضيل بطبيعه الحال يعني هو المضمون تو السني يعني تو رئيس الكلمات نزيد قوه بطبيعه الحال اللي راس مع السلطه اختار الاشخاص المجالسانيين فعلاش جوا من ممارسه السياسه علاش حنا نديروا السياسه
واحد بغى يدوز السلطه ولا بغى المخزن، حنا علاش نتنافسوا؟ نمشيو نخدموا شغلنا، ما نديروش انتخابات وما نديروش. علاش؟ لان ملي كنلقاو واحد السلطه ما كتداش الدور ديالها، المجلس الاعلى للحسابات ما كيديرش الدور ديالو، واللجنه ديال الخارج ديال الداخليه ما كتقومش بالدور ديالها رغم واحد العدد ديال المقالات اللي نشرناها، وفي اطار ديال المسائل اللي هي في اطار الادوار ديالهم. كيبان لينا كنشكو كنقولوا كيفاش ربما حنا اللي غالطين، كنديروا السياسه وحنا كنشتغلوا في التيران. وهذا الشيء هذا راه بانت لينا الامور. ولكن اعتذرت على هذه الكلمه اللي قلت، ربما لانني قلتها بحسن نيه، ماشي قلتها ولكن انتم شنو الامور اكثر الراي العام اذا واش اتهام السلطه، واش السلطه بصفه عامه الاقليم ديالها، واش اشخاص المناصب في الحقيقه يعني راك شي واضح هذا الشيء قال صريخ في بنتي بيجي حاجتي قطاش حنا نحوج واحد تجيب نشا ماشي وقت عشان نشا بل السفشر نتاعنا ديال ممارسه السياسه. تولا بيننا خني تف المقدمي تاع واحد تسجل عضو من بلديه يتقركيس يحسب كيس قائمه لوائح الانتخابات ديال الزنقه. تشكل خلاص كيفاش السيد هذا ممثل ديال السلطه، عاون ديال السلطه كيخدم مع الحزب. وهذا الشيء هذا واضح باين معروف بنتي. وهذا الشيء اللي كيبان لينا لان باين شي مرات كتنافس السياسه وكتنافس في بعض الاعيان ديال العوان ديال السلطه اللي بنتي كيشتغلوا مع الحركه الشعبيه بشكل واضح. حنا معروفين كيعرفوا كاملين الناس. الشيء باين حتى الا سولتي اي واحد يقول لك شكون هما معروفين. اذا باش تمارس السياسه في هذا الظروف ما كاين. علاش حنا نديروا السياسه؟ حنا نمشيو نجلسوا بحالنا. اظن خلط جاوبت واش السلطه واش الاوامر تسنتي تسنج السلطه القاضي الاقليم ما هي علاقه فرديه وصف لا اتهم السلطه المركزيه، السلطه الاقليميه، السلطه المحليه. بل كما يلقى السلطه يعني كاش مقدمين اللي هما عوان ديال السلطه كيشتغلوا مع الاعضاء ديال البلديه. حنا هذا الشيء شفناه وكنتحملوا في التغليه في هذه النظره اللي كنقولوا. وكاين منهم عندهم علاقات قرابه عائليه اللي شفناها. وفي هذا الاطار في هذا الجو ديال الاخر ما يمكنش نديروا السياسه. باش اسمح لي مثل العلوي لانه اصلا فيديوهات الحوار يمكن باش نوضح الراي العام كثر في حين انه ما كاينش الحوار كيتابع قيدا انت وكنتي تغاش كيف هذا في اطار اتهام السلطه لانه تعرض السؤال باش نوضح الراي العام ذات وقت قال اتهام انه السلطه سكوشيا زي المقدم ارسنج اذا تعاود تقبض تي محدوش وتضمن واحد التناقض جوهر مش تعلم ماشي اني غاشقه لا دي الحوار واش تأميني على السلطه ملي غاشق السلطه قاتل مقدم ما لاناش التهم لا ماشي هو التهم يعني الشرح العباره اكثر وهذا تعلم انا في واحد كاين خانيته وقت ثاني يطرح السؤال كيفاش حسب الرد ديك السابق قال الاشاره انك تتهم السلطه خلال الحوار انه السلطه تقوم بمحاربه الحركه الشعبيه مش توريد والفضيله من تتهم قال واش العامل الاقليمي كشخص اذا تشكني السلطه فيها كل شيء قد تورث متعلم من الحوار اذا انت نش انه السلطه اذا تنويد السلطه ككل شيء وتشوف مناصب معينه واخا ذنيتا زعما معليش انا عارف ذنيتا ثم تعلويه يمكن نراش شويه تناقض جوهر ناخذ الحوار جاء الكتابي الشفوي لا ميريتني مش دي بشكل مباشر حاليا نتوالى الاعوان السلطه تشتغلن هكا المجلس البلدي ماشي المجلس البلدي بل لك الحركه الشعبيه البلديه باش نجم لا اتحدث عن ذلك ولم اقوم باتهام اي شخص لكن ملي كنهضروا على اتهام ديال السلطه ديال الاعوان ديال السلطه اللي في الحقيقه كتابعين للسلطه اللي هي
المحليه والاقليميه اللي ممكن كتعرف العلاقه ديالهم مع الاعوان. هنا كنهضر على العلاقه العائليه اللي هي بشكل ما معروف، ثم العلاقه اللي هي الصداقه اللي هي معروفه. ثم تعلمون واخا انا ادو ونيتا نراح واش زعما خديت شويه تجسيز النوع عن الغضب افقاد يمكن الاشاره انه العامل تغادر ردة فعل الغضب. واش تغات على شكل هوار يعني سولكيش واش تلاحظ خدمه ملامح الناس من النوع جسد شويه الناس الغضب من الشنير وخصك في مثلا الحيثيات من الغضب العمل. كما قلت لك اعتذرت على الكلمه اللي قلتها، والاخوان اللي كانوا معايا في الحوار اعتذروا بدورهم، وكما قلت باننا نتحدث بحسن نيه، ومشيت اللقاء ديال السي العامل بحسن نيه، وبلغت على بعض الاختلالات اللي شفتها في وجهه نظري. ماشي انا منزول ولا عندي شي درايه يعني ماشي مهندس ولا شي حاجه كبيره، انما شفت من وجهه نظري. وكما قلت لك بان الكلمه جات بعد يعني واحد نقاش مستفيض على كما قلت لك على التاهيل والمشاريع ديال التاهيل الحضاره البنطيه. وبعد الخروج من اللقاء اقترحت على السي زاوي اللي هو زميل ديالي وامين العام المحلي باش نتعفى من الكتابه الامانه العامه المحليه، وقلت له بانه ما غاديش ندير استثناء نهائيا. علاش؟ لان ما بغيتش نغضب على السيد العامل اللي كنعتبرو في الحقيقه كنحترمو بزاف وكنقدر المجهودات اللي كيقوم بها على المستوى الاقليمي. وانا بكل صراحه كنعتز به وكنفتخر به اللي في الحقيقه كان في مستوى هذا الاقليم، وعطى في الحقيقه الاولى السيد العامل اللي عطى واحد يعني صوره ايجابيه لهذا الاقليم اللي كان في الحقيقه بما فيه ما يمتدى، يعني كان تحول من القروي يعني باش يتحول الاقليم بين جوج الاقاليم اللي هما كبارين، اقليم الناظور واقليم الحسيمه. وكما قلت لك ما بات لي السياسه مره، ما بغيتش نشتغل. قلت للسي زوينه وخصك تعفيني وما غاديش ندير السياسه في هذه الانتخابات ديال 2015، وغنتفرج بحالي بحال جميع المواطنين كما اللي الله هي اللي كاينه. سمحت لي متعلوي اذا الفكره في الدريته فقط انه ردة الفعل شوال الحوار نحن نوقع الحادثه انه قررت تعتزل العمل السياسي العمل الجماعي. واش تولي هو الحل؟ في الحقيقه القرار ماشي نهائي، مازال الاخوان في الاصل والمعاصره قال يا ودي ربما هادشي نقشه كاينه ونقيم الجميع ونعزم مشروع خصنا نكملها. هنايا خليت الصاريشه ولكن تولي ضربي مش الاحسن هذه حد الله ديك السياسه بيني انا ومرايا يستحدث ديك السياسه ربما تعاونوا بطريقه او باخرى، ولكن تكرمش بني هذه وشج من فتره تامل ديال فتره معينه الى حين النفس ديال الفتره هذه، ولكن كما شفنا ماشي قرار يعني مازال تومت على وين الاخوان كنغمارة الحوار من عادي نسوركتا رخوت نبلع الموضوع اخر منشور كنت تومت على وين خل حساب الشخصي للموقع العالمي للتواصل الاجتماعي فيسبوك انسيو شويه تاع الجوانب من هنا، ولكن اجي نفاصل دون الزيار اكمل. ايثنا اسمع ندبت في دوم ونتقلك نوطس لما نطفان كي خارجيه اللي غنسنطس من حوايج اللي نسن بعض الحوايج عاد نسنكتا فوت على وين سر بكل صراحه اجي الشخص من ديت المطيه بكل ما الاثاره الجدل لموضوع ما والشخص ونيتا تناولت نقاشات
ذي الشارع ذا الرأي العام أحيانا بعض الفئات واش مجموعة أكيد ذي نودان في إيدان ذي نودان لا ذي كذا ومن بين نودان في إيدان قان أول ذني تاع أنسرا خير سمتهم واحد العلوة إذا خيجاوبا إذا خيوضحن في البداية نقلش التعريف أنا التعريف ينتج دائما ثم العلوة فاعل جمعوي وفاعل سياسي التصنيف ذا طرح نخخ الأسئلة قالش السيفيريستيشن مثل موقع من ستيس مثل موقع مثلا العمل الجمعوي مثل موقع ذي الجانب السياسي واش يعني واش ما تظنش انه في الحقيقه يجي صعيب يسوق يخف الناس ولكن اعتقد مهما وصل الانسان باش تماريري محل نقاش عمومي فربما يوجد في الطريق قبري يعني باش يجي يخرج شغل الناس تيجي في الناس يخدم العمل الناس هذه تدعم الناس ربما لا يرقى الى النقاش العمومي لكن خمية تدبير الشأن العام تناقش تدبر الإعلام ربما تهمس مقالات ربما تسد العمل الجمعوي ربما تقطع ندوات ربما تساهم في تأسيس الجمعيات ربما تأسس جمعيات ربما تشارك في ندوات لقاءات تقطع مجموعة من تنسقلك مجموعة من الجمعيات فأعتقد أنه تريد محل انتقاد مجموعة من الأشخاص كما أنه كاينين يبدو الطاس إذا يعني تبانيش سوق للنقاش عادي يعني تعتبر مادام أن النقاش يتقيم النقاش صحيح ما هو العمل الجمعوي ما هو السياسة لازم يجي تقواس نكستي دوار أنه واحد العلوي يجي الشخص راس حسابات الشخصيه التقديميه كيودان يتالف والسياسه هنا اصلا قانون تالف ما هو انتخابي تقليدي الانتخابات التقليديه سواء امياس العباريه وثانيتا انا واش نقدر نسمح هذا من النظام المتعلمه واش تفضل الحسابات اشخاص اصلا خارج متواصل مثلا هو مشكل الحزب الحركه الشعبيه انا اشخاص معدودين راه عيودان على راسهم محمد الفضيلي عبد اللطيف القادري اشخاص حد غاص مثلا وكيسوفي هو غرم القان حد تغاص الصراعات داخل جمعيه معينه انه فرض زيت شكون ديال شكون السيطره ناخذوا خاصه تحتوي التصنيف الاتهامات اللي مالين باخذين انه واش من الضغوطات بما هو سياسي ما هو انتخاب في الحقيقه هو زاد جاوب افكار كل شيء يقع ولكن لازم نوضح لكن اللي ممكن نوضح هو ما يوجد في الحركه الشعبيه وما يجي غير خو ممكن اخذ جواب باش هذا جا زي حزب حزب واش جريمه سياسيه نخ بدعه حتى هما اللي ما بقاش في الحقيقه اشخاص كيسن هيئات ماشي اشخاص توازن اشخاص يعني مستقلين الشخص تغاد الهيئه وفي الهيئه اللي تغاد كيس طبيعه الحال يجي حتى معه كيس تجي كيس ديال الهيئه اذا مش تجي تغي عضو مجلس الوطني الحزب تغاد كيس بالمناسبه باش تسوخ الامور ديال الاطار والدي تحس بانه واش عامين نشتقي بخلاف هاد الاشخاص اشتغلت داخل الهيئه ما يمكنش يتصور هذا الانسان كنت مع الحركه الشعبيه وكنت مع خلاف مع الفضيل ولكن كنت في الحزب ولكن النهار اللي خرجت من الحزب راه خرجت من الحزب ما بقيتش لا عندي لا غير تاخذ تعريف القطاع اعلام كما ورك واش تاعك الحساب انك تحس بشتاك السنه يوقع الضغط لا ما مقدار يعني الطرد ما عنديش ما وقعش الطرد لان انا كنهضروا على الطرد كنهضروا على اللي ممكن يطردني هو الامين العام ولكن اللي ممكن يطردني هو الهيئات اللي هي مؤسسات اللي هي تابعه للحزب على المستوى الاقليمي داخل طبيعه الحال جاء المؤتمر الاخير ديال الثاني عشر في الرباط وكان عندي صفه ديال عضو في المجلس الوطني ديال الحزب اللي كتخول لي المشاركه في المؤتمر هذه خصك تعرفها في اخر اجتماع ديال المجلس الوطني ومن بين المعايير والمقاييس اللي توضعها الحزب ديال المشاركه في المؤتمر هو انه اعضاء ديال المجلس الوطني كيعتبروا اوتوماتيكمون هم اعضاء في المؤتمر المقبل
صيفط يمشي للمؤتمر. اللائحه اللي وضعها الفضيلي اللي انا كنتاقدها، اللي فيها اشخاص وضعت من هنا ما كانش معايا، ما كانش مؤتمر اقليمي ديال الانتقاء ديال المؤتمرين، جا اخذ اللائحه سجل فيها الاسماء مشى للمؤتمر. مش اعتبر الامور اني دير وقت اني غاس بان المؤتمر الحركه الشعبيه يتشابه السوق الاسبوعي نعاون ندري واش يدار في مختلف الاقاليم. يمكن امين العام 10 ونص. اذا ما كانش هناك مؤتمرات اقليميه اللي توضح فيه الرؤيه اكثر ويكون فيه اكثر ديمقراطيه باش نوضعوا واحد المؤتمر ونأسسوا العمل السياسي اللي هو واضح. جيت هنا طرحت سؤال مع السي فضيل، قال السي محمد خصنا نديروا واحد المؤتمر اقليمي اللي نسجلوا فيه. قال لي طلبت بعض الناس ودخلت انا افتكر معاهم بالطريقه ديالهم، قلت عطوني بعض الناس اللي يكون صحابي ولا اصدقاء ديالي ولا ندخلهم في اللائحه. ملي مشيت للمؤتمر لقيت لا باج لا كسميتو لا كارطه ولا اوطيل ولا شي حاجه. بدينا معركه جديده، قلنا السيد الناس جاو باش يديروا المؤتمر، باش يديروا من عام شي دوائر الجديده. الناس جاو عندي انا بقاو كيقلبوا عليا انا باش يدبروا لي يهربوا لي الباج وباش علاش جيت بقى شي اسئله. ما بغيتش نشتغل في هذا الدور، مشيت لحالي صافي هادشي اللي كاين. فانيتا السؤال اللي تطرح لي خصني نطرح حتى يودا، واش محمد العلوي مريتو غيقيم من حيث الاشخاص؟ محمد الفضيلي، عبد اللطيف القادري، واش ترى عالق حاليا في الحركه الشعبيه يخدم الاداء الحركه الشعبيه، يعني يخدم ما هو انتخابي للاشخاص مثلا يستقل؟ واش الامور الشخصيه شي يجي تنسحب ناخذ بعدا ناخذ الامور غير دايرين ظروف غير مساعده للاشتغال بطبيعه الحال، بحيث الاحزاب اللي المغرب هما اشخاص باش نكونوا واضحين، يعني ما كاينش واحد البرنامج ولا الايديولوجيه ديال الحزب اللي كتشتغل. بطبيعه الحال الاشخاص هما اللي كيشكلوا يعني الحزب، ولكن ملي ما كتشوفش الظروف ديال الاشتغال مواتيه ما كيبقاش خصنا نتصاحبوا. واحد الوقت اللي كنا في الحزب راه كانت علاقه تواضع بيناتنا، كنا كنشتغلوا يعني بواحد الاحترام المتبادل، ولكن النهار اللي ما بقاش ديك الاحترام كل واحد مشى. فما طمع العلوي اذا اخذ نفس الموضوع ديال السياق ديجن الاشخاص اللي في الحزب الوطني يتشاد حاليا على الراس المجلس البلدي في مدينه المنصير. ماش نساعد الناط ميتو واش من حق الاشخاص تو الناس الحرام تو في مساينه تاع فمين نزار نهار ناخذ تسنخيل سنش مثلا ماش نساعدو هو التوارث. لا باش كشريخ واضح اللي مسرعين وإذا توجهون يعني من كان له نخدم الزاد لا أعمل يعني إذا مجرد تساول نطغوا السوشة كما لا ينهار تساول الخاص لا الناط شو السوار الخاص اللي تغيرين ليها تغيرين الناط السوار خذي بالعكس الناط من تواريخ وجيشية من تناقش على مستوى الحزب ربما مباشرة نستعمل التليفون المسألة يتوجه إذا أفكاري تبلور داخل الحزب نخو قنوات وإنشاء نخو الإعلام اللي جا ممكن المرخ المطالبين اللي ممكن الإعلام دور الزواني اللي ربما شيخ الإعلام اللي ربما الشارع اللي ربما على مستوى النظام بطريقة أو بأخرى لأنه الشكل دوكرينو ما عايزكش الحاجة تحفظ إذا ما جد ولا الإعلام باش يسمى المرخ يشكل خبر. إذا تبغى الأمور ما تغاديني صداقة علاقة تغاديني نخدم أنغو تغاديني التواصل نهار ما يطلع التواصل إذا ممكن نعبر رأينا بطريقة يخصنيش واش من الضرورة ديال التعبير إني مثلا هذا كنا غنين ماشي الهجوم يعني الهجوم لا نحن الاتهامات تشير غاك انه تعرق هذا مثلا الاشغال الصالح العامه للمشاريع من بينهم مطرح النفايات انه تقدم مجموعه غاك يعني مجموعه تحريضات يوذا المشقه يعني شنو يعني نفس الرساله انه سيدي وذا مشان نغاصبوا على هذه المنطقه كاين احتجاجات معينه بالنسبه للقضيه المطرح النفايات باش السي اشبال الشكل الصحفي اعتقد يعني شي الصوره الحقيقيه ديني نساء وتقولي صدرت يعني نقل المعلومات شنو كاين مجموعه المواضيع واحد يعني كاين لا تطرح اشاعات لا شك يعني عليك انت تبرد مثلا نخ تقبل يعني التهمه يمكن تنكر يمكن تاخذ جوج شق اصلا. شوف بالنسبه لي بطرح النفايات خصك تستند بان
المجلس البلدي شي مطرح سنتي دي جماعه المجلس الجماعات وطننا يعترض في الامور حضار كباقي الحضور يحضر بصفتي ديال وقت اللي بيغطي اعلاميه فقط. الاخوان توغا اذا دينا نقدموا عليه يعني شنو غنقول الاشكال انه بني امور ناقش جا المجلس ونيتا وظن القضاء ظن خلنا طبعا حل القضاء صنيعه وعاملين دايز الدعوه لازم نقصد ديما هو الاعلام خدمه الاعلام واش انت مثلا هما سمعتي دلوقتي ست اشخاص الساس ديال الصوره تنتوها كيداز الشريط اشخاص بالعلاقه ما استطاع غير ما زعما لا دور غير ما يديرش خصك يكونوا ضباط اذا اشخاص اللي قال بانه قال عليه وين يجي يتجرف عايش معاه وين يجي واش حقا ولا واش لا اخي ونفي تما التهمه الثانيه بانه نش باختصار منين يجمعوا ديودان ويغديودان ماني مش والزمه ماشي وزمه في القلب ولا الزمه ماشي وغادي نقولش الفضل ديالنا شو اللي غايدير مواطن ودير عليه الملك ودير عليه يجنحاش اللي يدير وقت اللي وشيخ موقفينو بان المطرح اللي داير وقت منين يستحسن ولي التفكير اكثر اللي مطرح لمستوى المطارح ديال المغرب وانت عن كسر مشكله نفك المشكل سر المشكل تما تقصد وجهه نظري انا الشخصيه ما ترقاش توضغى ما هو عمومي غتوضغى شان المسائل ولكن قال بانه فعلا ديني وغاسي والله الرساله الفضيله بانه شي حرضان شي كيف فعلا ولكن شي تما انا حيجن امي وعايش سير واخرين انا نشتي رايي اتناقش على مستوى الاعلام ما يمكنش علاش انا تا السلطه ديال اختي كدور الناس كاع تحيات الناس كاع الحوارات الاخوانيين جا طاوطما كاع الحوار وفين الحل واخا ثم كنعرفوش انت باش نجي من هناك التصنيف قال محمد علوي مثلا اذن مش فاك خزان قال شي شخص يزق زغور الناس على حساب ما هو سياسي القضايا إذا تعامل المواطن ديال المسير سمح لي مزاتمات العلوة نخرج عبارة عن يعني تحمل الأشخاص ونخرج جدوى نخبرهم و لا توضيح يعني الفكرة نيولا عشان نتواجد محفظية سنيد مكانك روحي الأشخاص المغنى ما الموقع مو يعني هو مواقف مبادئ ايش غيجينا تستمر بيجنو ماشي اصلا واضح مريت حامل الجدل يقدر يتحرك على الواد الجدل يعني صراحه الجدل الصوت انا دجني خور وميقطع تاع هذا مصادر الشخصيه باش تسمع بالنسبه لي سواء اتهام انه ساكش خدم مريش سدينا قاصد مريش الله تصدق تستحد ديتي والنقاش شيء طبيعي جينا نفسيش كشي وقت جامعه الوسائل شيء طبيعي يعني طبيعي جدا لان مالك مارس العمل السياسي العمل الجمعوي والدير تستعدي الاشاعات تستعدي الاقاويل غير الصحيحه تستعدي التشويه السمعه تستعدي لكن خليتي الصمود زوج الان شكون مجموعه من الاخوان اللي في المستوى عالي استطعنا باش نجيبوهم للعمل السياسي واللي غادي يكون مكسب لهذه المنطقه ما استطعناش ما بقى غير الصلاك اللي كيدخلوا لهذا العمل السياسي علاش؟ لان كيخافوا من هذا النوع ديال الاشاعات لان كيجي واحد اللي هو طالب عالي في المستوى عالي جدا كتقول له جيت تمارس العمل السياسي يقول لك انا ندخل العمل السياسي ودوني شفار ويقولوا لي انا سمسار ويقولوا لي انا هادي ويقولوا لي انا هذا اش داير بهذا الشيء وكيقول هذا هو النضال الحقيقي علاش؟ لان الا ما هرسناش هذا النوع ديال النقاش اللي هو في الحقيقه متدني جدا هذا النقاش اللي كيهضر على الخصوصيات ديال الانسان هذا نقاش هاوي جدا حنا اليوم في المغرب ديال 2015 خصنا نناقشوا الافكار خصنا نناقشوا البرامج خصنا نناقشوا الشخص كيقول ما كنناقشوش شكون ولد من وشنو خدام هذا هو اللي كيطرح المشكل البنطي حتى صبحنا ما كانش عندنا حتى واحد عضو في البلديه ولا في المجلس ولا في السياسه يقدر يهضر حتى في الاعلام علاش؟ لان ما كانش عندنا واحد النخبه اللي قاده تمارس العمل السياسي انا كنشوف بان الاشاعات ديال المطيب ما خصناش نبنيو عليها
علاش؟ انا كنسمع بزاف ديال الهضره اللي ربما وصلت حتى للعائله والاسره وكيقولوا لي علاش انت مالك انت خدام الميديا ولا اش داك هذا العام؟ هو النظام. شي مرات كنفكر كنقول له ما صحش كندير انا ما كندير انتخابات. انت ولكن في المدينه النفسيه وين كان عشان انه المجلس البلدي انت تقدر غاس اخطاء يقدر تقصد مجموعه من الحوايج غاس اخطاء في اخر المطاف غاس اخطاء غاس سلبيات الطاس مش غاس مثلا ايجابيات عاود كاين جانب المغني اذا مطرح جوج حاجات بدا السوق الشفافيه النزاهه والقناعه على الشخص غاس جمله ديال دابا عشان بالمجال الانتخابات من بينهم وقت متهم الراي العام يعني واش التهمات يمكن نظن قضائيه انه كيجي نعم في الانتخابات عدد انه تفارق المال الحرام للانتخابات سمح لي نطلع عليهم وفي اطار العمليه اللي توزيع المال الحرام من قانون الانتخابات يوقعش الحدث توثر الزبده سودها. لا شوف لا اتحدث عن الاشاعات كما قلت مانيش لا واش هو انت مش ما لا يكون في ما درست في المال يوقعش كاذب لا ما لا كاذب واش من جان ممكنة نسوي الإعلام لأن من نسوي الإعلام خصنا ندير نقاش الإعلام ما خصنا ندير نقاش نقهوى باش نرقى المستوى النقاش نزق النقاش نقهوى خصنا لابد ديال المرة زي مجموعة من المراحل خلي السوار خلي الانتخابات اللي بنطيب نختبني ويش نش ما زوجش نفيق عشان هو كيخلي الانتخابات نخو عاود عشان هي معين اش ما زوجش نفيق واش الطرق سليمة الانتخابات عابده زيزه انتخابات برلمانيه انتخابات الجماعيه ولكن اسمح لي الاشاعات الانتخابات ليست اشاعات واذا اللي تشفيق ماشي كيغلي الانتخابات كمرشح كيغلي الانتخابات كمساند مع الاحزاب اسمح لي من قدرني ان فيه جمله وتفصيلا من يوقع خلاف الدواري لبعض المنطقه كيجي منطقه خلاف جاء نجي الشخص ديروا وقتني اني تسال الحديث نمنا شيء طبيعه من الانتخابات منطقه يعني تمدينوا تستغلوا الترويج الطريقه خصني ولكن شي انا تحدد ان الترويج يقيم ديال المنطقه الترويج كيعطيوش المنافس طبيعه الحال جبتي المنافس يقدر يراجع جميع الاوراق باش اش يلبس من يتهمني هو ان الانتخابات تعذر النتيجه تحقق الحزب يربح مانيش يغلش في الحقيقه وين نربح النتيجه نعدو غزاز نتوصفها صافي انا من دين من بعد من يتجند المهم نتجاوزيز اما القضيه ثانيه وفيخني غنغني غنكا تجاوز وني غاجي شن حاجه شن دليل السوارد الزنقه فانت متهم اصلا علاش لان ملي تسترخ المنكر فهو مش من تواريخ الحياه شويه تاع شي بصراحه عليك خصك خدي العلاقه خدي شي حوايج خدي الاعلام انا اصلا كنا نتلاحظوا على وزاره خصها تسرى اصلا يعني مجموعه انتم الادله مثلا تطرح كنت حاليا وتطرح كنت تبدا يعني كشخص كاعلامي تمضت ولكن انت في اخر المطاف يعني راكش مجموعه معطيات ادله مجموعه معطيات من الادله شي نساوي يعني اش كاقصد الموقع واش كاقصد المكانه نستطيع يعني عندنا شي خاصنا من حقك نكا من حقك تعترض من حقك يعني انت تعرف الجواب لا سي شوي احنا راه شاهدنا بان الاعلام النقاش الزنقه ما يمكنش نلقاها ما هو اكيد طبيعي واضحه ولكن خلينا السواء التهم كيغنش نضخ ديال الاعلام تيني جا قد الراجل ماشي اللي مش عيني ولا يمكن ما نلقى كاميرا باش تسوي شنو الله ولكن ما نعرفوا انا سبقتني تكون عليهم مين زعما بالضبط اسمح لي شي لان من السوار العلوي للاعلام كان مسؤول من يقع مسؤول بطبيعه الحال انا غادي خطا ونظام خطيئه القضاء تاخذ القضاء وغاس ادله لانه فعلا النير ولكن خبرنا نتفاوض الصفحه نلقي شي ديال القوانين نلقي الاشاعات هاد الساعه قدر خلينا نقضى واش وين شي قال كير في عرق 11 ما شتيني دي فيديو ديرتو شي واخا ثم تعلموا شي دي فيديو باش نسمح بانه فعلا
من تبقى صحيح ثم العلوي خلينا نشرح القضاء هذا هو ما يفيد ذلك مناخ قصيتني نقولها واش زعما فينا زعما حاليا مريتو غدا نحسب النغنيه مرات حسب غتنتمي حاليا واش تاريخ نفس الحسب نيخ عن هو البديل الوحيد وفي ديال المنطقه تنظم ضغط جربت اشخاص شوف الساعه شوف بالنسبه للتغيير الحزب ديال المغرب ما خاص نموذج جاي ما خطا لا هو حسب الحزب العصري يعني واش كنسمع تخطا واش تيخضع ناخذ هذا البديل الواحد شحال تنازلات الشخص الوحيد الذي يتنازل على مجموعه من معنى التنازل ربما بلا ما يعجبني الشخوره الفلانيه هذا الناس لا وجه الاشكال شي الاشكال ولكن راه قيمه المثاليه غير موجود مين عزوج غير موجود يعني ما مش عزوج الحزب توفيق الماضي ما مش عزوج الاشخاص اللي غيشتغلوا توفيق ما مش عزوج الودانك راه 10 المفهوم المثاليه داخل الحزب العمل السياسي باختصار العلوي ديال النظام المثاليه وانا من خصك ويجي لا يعني من تقصد ديال الحسبه هذه هي المثاليه باختصار طبعا باش ندير حزب مثالي سيري المثقفين شباب سيري الواعي غاس ديري عاوتاني انا مش سكان ديري برامج واضحه ديري مقر ديري ولان ديري المستوى ديري حتى الناخب ديري المستوى انا متفق معاك كنشتغلوا في هذا الشيء في هذا الاطار ولكن احنا كنشتغلوا على بونطي خاصك تعرف بانه حنا كنهضروا على العمل السياسي البونطي حنا العمل السياسي البونطي خصو يدار صافي انا متفق معك انا متفق مع الاخوان اللي هما معطلين والاخوان اللي هما في المستوى كيقولوا لك بان راسك كنقول لك فعلا انا متفق معكم انا في نفس التوجه اللي كنت كتقول انت ولكن الشيء اللي عطانا شنو هو هذا الناخب المغرب هذا هو الناخب ديال الريف هذا هو الناخب ديال الريف بغى فلان وفلان 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 الناخب ديال الريف بغى فلان وفلان وفلان علاش انت ما دخلتيش السياسه انا كنعرف بانه الناس اللي كيهضروا هو ما دخلش السياسه وخصو يدخل السياسه ويشوف الصوره ديالو في المجتمع خصو يدخل السياسه راه العمل السياسي والاعلام في البنطيه راه تحدي بزاف تحدي كبير انا كنقول لك علاش لان راه ما كاينش شي مناضل في المغرب ما كاينش شي مناضل في المغرب اللي كيقد يدخل العمل السياسي البنطيه ولا في المغرب علاش كنقول لك علاش لان المنطقه تولفات وكنتحمل فيها المسؤوليه تولفات الفساد ملي كيجي واحد السيد يمارس العمل السياسي بالطرق اللي هي صحيحه كيتلقى واحد المجموعه من ماشي كنقول لك الاشاعات خصو يتصبر علاش باش ما يبقاش باش يخوي هادشي كيدير واحد الطرف التجاره ملي كيلقى واحد تخرج للتجاره كينقصوا الثمن باش يخوي باش نقاس السيسي هذه خوش كان الساحه حكره انا كنهضر على منطقه الريف اللي فيها محميات سياسيه ما معنى المحميه السياسيه هو واحد السلطه خاص لفلان ما تقدرش تقتحمه ما تقدرش تدير فيه سياسه علاش ما تقدرش تدير فيه سياسه لان الا دخلتي في السياسه شحال من المثقف هنايا طاح مسكين وجابوه على راسه هرب كاع ما بقاش ساكن شحال من المثقف حنا كنعرفوا شحال من واحد اللي في مستوى عالي تربح له واحد الامي واللي شوهوه في السوق ما يقدرش يهرب في السوق وماشي كيفاح يجي معاه وشحال من جمعيه جات مسكينه بحسن النيه تشتغل وبقى باطاطا تسمح في المكتب ومشى الشيء هذا تاريخ عندنا بالبنطي انا الا عطيت لك بعض الفاعلين اللي في المستوى انا بكيت عليهم هربوا من الساحه ما يقدروش يخدموا في الساحه ديالنا علاش لان كاين المفسدين اللي كيطرحوا هذا النقاش اللي كتقول حنا الحمد لله حنا راه صمدنا اكثر من اللازم صمدنا والحمد لله ما عندناش واحد شي الحمد لله انه ما عندناش شي سلطه ما عندناش واحد مثلا كنهضروا على الانتقال واش انا مسؤول انا ما مسؤولش حتى انا راه كنهرب من المسؤوليه شحال من مره طرحت عليا القضيه ديال الانتخاب انا ندخل لفهم ما ندخلش ثم على وين تقول كيشغل من كان الحوار من زيرو حتى الوقت السمحشه دنيتا اجنوش ثلاثه اللي يسمعون اعطيني خاصنا هو باختصار محمد فضل رجل انتخابي وليس سياسي في القضية شخصية إدارية محمد مكاني
رجل تجاري. دا كيشنو غونيكا نوغيمي ماليا ويعني شأنه نصير مرة من خصنا السور ايثنا اسمه دنيتا المقطع نكارو باش انوض نكارو الحلقة سني ثوما لعلي وين تقدرش الطاس لما نتقبرت وسد غانخ جو بدا خصنا نخ 4 خصنا عاد غير مثل المغنية دنيتا نقدر كنورك ندور سيتي مثلا مرة مليح مشتي مرتاحين من زي ما شقا خربدا الملاح نخرجينا قد الملاح ممكنو مراق يكونوا مليح والخضار نقدر الخضار ممكنو مراق يكونوا مرتاحين ايثما اسمها تقول غون كاع الحلقه علاش